السلام عليكم. اليوم جيت نطيب معاكم واحد الكراتان تاع الخضره، يجي خفيف وبنين بلا فيونداشي وبلا دجاج، يجي مبلول وطري، يجي الكو تاعو روعه. في الوصفه هذه انا وجدت الخضره قطعتها ووجدتها. لهنا درت 3 قرون تاع فلفل كبار، قصيت القرن على زوج وقصيته هكا دي رونديل صغار. والبصل درت 2 بصلات هكا كبار شويه، على خاطر الكو تاع البصل يجي فيه روعه. عقد ما يكون البصل فيه ياسر عقد ما يجي الكو مليح. وجريوات كيف درت 3 كعبات تاع جريوات متوسطين ماهمش صغار، قطعتهم كيف كيما تشوفوا دي بتيتي. والبطاطا درت 2 كعبات هكا شويه كبار، كيف قطعتهم قطع صغيره دي بتيتي هكا. والبيض نجال انا ديجا وجدته قصيته دي رونديل، شوفوا السمك هكا. انا ما نحبش نقليه يهز الزيت ياسر ويجي يقطر يعني بالزيت. انا قلت نطيبه في الكوشه ومن بعد نقطعه مع الخضره اللي بعد ما نقليها نقطعه معاهم احسن. لهنا كما تشوفوا قلت لكم قصيته هكا رونديل، ماهيش خشينه ياسر باه ما يطيبليش من الداخل، وماهيش رقيقه ياسر باه ما يتكمش ويتحرق. ولهنا حطيت البابي كويسون في البلاطو، حطيت لي رونديل وندهن الجهه اللي من الفوق بالزيت هكا بالبانس، ونرش عليها شويه تاع ملح باه ما يجينيش مسوس. ومن بعد نقلب الجهه الاخرى كيف نزيد ندهن الزيت بالبانس. ومن بعد نحط له الملح كيف على الجهه الاخرى، ونحطه في الفور على 180 درجه يطيب لي من التحت. كي نقلبوا هكا نشوفوا طاب من التحت حمار، نشعل لهم الفوق. الا ما عندكمش الكوشه تشعل من الفوق عاودوا قلبوهم لتحت وخليهم يطيبوا على الجهه اللي من التحت. كما تشوفوهم احمروا من التحت ومن الفوق سي بون، معناها طاب ويجي من الداخل طري، يعني يطيب روعه. ما يجيش مشرب ياسر الزيت، يجي خفيف خير نقليوه في الزيت يشرب ياسر الزيت يجي يتعصر. انا ما نحبوش مقلي في الزيت. كما تشوفوا قلت لكم انا الكوشه دي غير بديت نقص فيه بعد حطيت الكوشه تسخن باه من بعد ليه غير ما وجدتها نحطها ديريكت الطيب ونقلي هذيك الخضره نلقاه واجد. لهنا بديت بالفلفل بليتو البطاطا قليتها، ما حبيتش نحط الفيديو تاعها باينه، قليتها هي الاولى. من بعد نقصت المقله الزيت، خليت هكا شويه خفا تاع زيت هكا فنجال تاع زيت، وحطيت هذاك الفلفل حطيت له شويه ملح وهكا غطيته بالقفال باه يدبال. غير يبدا يدبال شويه نزيد نحط له البصل، ولا تحبوا تبداو بالبصل هو الاول تدبلوه شويه وتحطوا الفلفل. انا هكا حطيت معاهم 3 سنات تاع توم وحركتهم شويه وزيد عاودت قفلت بالغطاء باه يزيد يدبال هذاك البصل وهذاك الفلفل. وجريوات قليتها كيف في مقله وحدها، جريوات ما كترت لهاش الزيت مش كيما البطاطا. حطيت لها هكا شويه بركه تاع زيت قليتها فيها جست هكا تتقلى شويه بركه. من بعد لهنا وجدتهم كل البطاطا وهذاك البيض نجال قصيته هكا قطع صغيره، شوفوا كيفاه وجا طايب من الداخل ومش شارب الزيت ياسر هكا. هذيك الرونديل قصيتها على 4 ولا على 6 كيما تحبوا. حطيت الخضره كل في ريسيبيون ودرت 5 عظمات، شويه ملح شويه فلفل اكحل، ودرت كاس تاع حليب. لهنا الكاس ماهوش كبير ياسر، انا درت معاهم الكريم ليكيد هذه قلت لكم طعمتها روعه نطيب بها لي كراتان طول، يعني الكو تاع الفرماج فيها روعه ديرو. انا حطيت هكا نص كاس تاع كريم ليكيد تقدروا تستغنيوا عليها تماما وتجي يجي الكو تاع يعني الكو تاع الكراتان روعه حتى بلا بها. وشنو هو ديروا حساب العظام الكونتيتي اللي درتوها العظام والحليب، يعني كي تديروا كونتيتي تغطيهم يعني ما تجيش ناشفه. الا جاك يعني ناقص عظام وحليب يجي شايح. انا كما تشوفوا هكا عيني ميزاني حركتهم مليح باه تخلط الخضره كامله مع بعضها، ما تجينيش الخضره في جهه واحده. خلطت كل شيء مع بعضها كما تشوفوا. وعندي البيركس هذاك تاع القزاز ديجا وجدته ودهنته بالزبده كما تشوفوا. من بعد نحط هذيك الخضره هذيك اللي وجدتها نحطها هكا نسواها مليح في البيركس. وانا درت فرماج رابي من الفوق نابولي، يعني خفيف ظريف. انا كي تحيرني وما نلقاش واش نطيب ديريكت نروح للكراتان هذا ليه هذا قلت لكم الفرماج نابولي. انا نشري الكركوبه هذيك الصغيره تاع 20,000، يعني الكو تاعو روعه يعني والبري روعه، والكركوبه شويه كبيره تقدر تطيب لكم حتى 2 و3 مرات.
كما تشوفوا غطيت الوجه كامل بالفرماج، ومن بعد نحطه في الكوشه اللي ديجا انا ما طفيتهاش كي شعلت الباذنجان. طيبت الباذنجان، نقصت لها خلاه وخليتها هكاكا باه نحط ديريكت البيركس. حطيتها غير يبدا يشيح يحمر لي من التحت، يشيح نشعله من الفوق يزيد يحمر من الفوق لهنا. كما تشوفوا واجد هكا. تحبوا اشاك فوا تدخلوا فرشات باه تشوفوه شايح في النص ولا لا؟ انا غير نشوفه حمار من التحت، نشوفه معناها شاح، نزيد نشعله من الفوق سي بون كما تشوفوا. ولهنا هكا قسمته يجي طري ويجي بنين روعه، يعني عشاء خفيف مع كسره سخونه يجي روعه روعه. كما تشوفوا لهنا قسمته هكا ديكاري هكا وهزيت كاري. شوفوا لهنا كيفاه الطري وما يجيش شايح، يجي شويه مبلول يعني تقدروا تحسيو بيه، ما يجيش شايح روعه. شوفوا كيفاه لهنا بالفرشات لهنا طري خلاه يجي الجو تاعو يهبل والله، يعني وصفه روعه روعه. ان شاء الله تعجبكم الطريقه ويعجبكم الفيديو، وفرصه اخرى ان شاء الله مع فيديو اخر. ما تبخلوش عليا بجيم وكومنتير، ابونيو لي في القناه وفعلوا الجرس باه يجيكم كل فيديو جديد، وشكرا.